تعرف ان زي ما في مناعة بتحافظ على جسمك من الامراض بتقاومها، وانت بتساعد ان مناعتك دي تبقى عالية. في حاجة ممكن تساعدك في الصدمات النفسية اسمها الصلابة النفسية، دي اللي بتساعدك في الازمات والصدمات. طب ازاي يكون عندي صلابة نفسية؟ اول حاجة تقبل الواقع وتقبل ان الالم جزء من الحياة. ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان في كبد. هي دي الحياة، مش دايما هتكون سهلة، وهيبقى فيها محن وصعوبات وانتكاسات في حياتك، فلازم تتقبل الجزء ده منها. تاني حاجة أتسلح بقدراتي، أعرف كل المواقف اللي أنا عدت عليا والمحن اللي أنا تجاوزتها وقد إيه أنا كنت شجاع فيها وعدتها. بتسلح بيها لما أفكر نفسي إن أنا عديت كل المواقف دي وإن أنا كنت شجاع فيها. لازم تعرف بعد كل ليل مظلم يأتيك فجر مشرق، كله بيعدي. طالما انت عديت المحن دي زمان هتعدي المحن اللي جايه دي. تالت حاجة لازم تسيب دور الضحية، انك تعلق اخطائك كل مرة على حد، مرة على المدير، مرة على ان الحياة بقت صعبة، مرة على الظروف. فلازم انت تاخد قرار ان انت هتخرج من دور الضحية، لان كل ما تحط نفسك دور الضحية وان انت اللي مظلوم وانت اللي بريء، ده بيخلي عندك هشاشة نفسية. وعشان يبقى عندك صلابة نفسية لازم تعمل العكس وتواجه حقيقة الموقف. رابع حاجة ابحث عن المساعدة. لو انت مش قادر تتجاوز الموقف او المحنة او الصدمة اللي حصلت لك، من حقك تطلب المساعدة، سواء كانت المساعدة دي من صديق انت عارف ان هو هينصحك وان هو هيقف جنبك من غير ما يلومك، او انك تروح لحد متخصص هيساعدك انك تتجاوز المحنة دي. خامس حاجة لازم تتعود تكتب كل حاجة بتضايقك، لان الكتابة بتساعدك على تفريغ مشاعرك، لان المشاعر دي لو كبتها هتظهر في شكل مشاكل نفسية بعد كده. لما تفرغ مشاعرك على ورق ده هيساعدك في تحسين حالتك النفسية. عشان يكون عندك صلابة نفسية ومرونة نفسية، في آخر حاجة محتاجها انك تتفائل وتتخلص من احساس التشاؤم، وان انت تبقى عارف ان كل حاجة بتحصل لك اكيد فيها خير ليك. تفائلوا بالخير تجدوه. ياريت تحسن مناعتك النفسية أو صلابتك النفسية وتحاول ان تطورها زي ما بنحاول ان احنا نحسن مناعتنا الجسمانية، عشان نقدر نعدي بالمواقف والأزمات والضغوطات اللي بتعدي علينا. كان معاكم مع أحمد.